السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كعادتي إخواني أخواتي، وأنا كنتصفح أحد مواقع التواصل الاجتماعي، شدني نقاش ساخن في التعليقات. الناس منقسمة إلى فريقين حول موضوع أصبح يتكرر بشكل كبير داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وهو موضوع العمرة والحج. فهناك فريق في التعليقات يراها أنها عبادة خالصة لا يحق لأحد التدخل فيها، وهناك فريق آخر يرى أن هناك أولويات أهم داخل المجتمع. فمثلا بعض التعليقات كتقول: كيفاش يمشي الواحد للحج أو العمرة وعنده أقارب محتاجين؟ وكيقولوا أن مساعدة الفقراء هي أولى من تكرار العمرة كل سنة. وفي الجهة الأخرى هناك فريق يرد بقوة ويقول: هذا ماله وهو حر فيه، والعبادة علاقة بين العبد وربه، ولا أحد يعلم ظروف الناس ولا نياتهم. وهنا لا بد نطرح هذا السؤال اللي هو حقيقي: هل أصبحنا نحاسب الناس على عبادتهم، أم أننا فعلا نناقش مسألة الأولويات؟ فدينيا إخواني أخواتي، الحج فريضة مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، أما العمرة فهي نافلة وتبقى عملا صالحا يؤجر عليه الإنسان. لكن اجتماعيا هناك من يرى أن المجتمع يعيش ضغوطات اقتصادية كبيرة، وأن مساعدة عائلة فقيرة قد تكون له أثر أعظم من تكرار رحلة العمرة. إذن أين التوازن؟ هل الخطأ في أداء العمرة أم في ثقافة المقارنة بين الناس؟ ولا أننا أصبحنا كنحاكم بعض الناس من خلال صور ومنشورات فقط؟ قد يكون الشخص الذي ذهب للعمرة قد ساعد غيره في الخفاء ومن يدري، وقد يكون آخر لم يذهب أبدا لكنه لا يقدم شيئا للمحتاجين. النية إخواني أخواتي لا يعلمها إلا الله، والمشكل الحقيقي ليس في العمرة ولا في الحج، بل في عقلية إصدار أحكام سريعة. نحن نعيش اليوم في زمن أصبحت فيه كل تصرفات الناس محل تقييم علني. تصويرة مثلا في المطار تتحول إلى محاكمة أخلاقية، رحلة عبادة تتحول إلى جدل اجتماعي. السؤال الذي أطرحه عليكم اليوم: هل من حق المجتمع أن يناقش أولويات الأفراد، أم أن العبادة شأن شخصي لا يقبل النقاش؟ ولو كان المال مالك أنت، هل ستختار العمرة أم ستختار مساعدة المحتاج؟ شاركوني آراءكم في التعليقات، ونحاول طبعا نناقش الفكرة باحترام بعيدا عن التخوين أو التقليل من أي طرف.